نتائج المجموعة كما جاءت إلينا. باقي نتائج المجموعة كابتن أحمد، نفكر الناس بنتائج هذا الأسبوع في المجموعة الأولى. اتفضل. بترول اسيوط بيفوز على جراند اوتيل 2-1 ودي نتيجه طبيعيه ومنطقيه. الوالديه 1-1 مع سوهاج، دي برضو اخرت سوهاج شويه. الالومنيوم بقياده مجدي طلبه بيفوز 2-0 وده شيء جميل جدا. اسوان وابشواي، مركز شباب ابشواي يؤجل بالتالي بسبب المطر، مش كده؟ لا مفيش ملعب. مفيش ملعب. ما احنا ما عندناش مطر في الصعيد، ما تقلقش. طيب وليه ملعب اسوان في ملعب اسوان تم تسليمه للقوات المسلحه زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت. القوات المسلحه تسلمته للاحلال والتجديد، واسوان اصبح بلا ملعب. ولكن وصلني ان الموافقه الامنيه على وشك لكي يلعب اسوان على ملعب التعدين، وجاري عمل ذلك بشكل مباشر، ولكن يمكن الاحداث عطلت الموضوع شويه فتعجلت المباراه. طيب اتفضل يا كابتن احمد، باقي النتائج. باقي النتائج اللي قلنا المنيا وسكر ابو قراص تعادلوا 0-0. الفيوم اللي انا بعتبره من الفرق اللي ماشيه كويس قوي 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 السنه دي بصراحه ماشيين بشكل جيد جدا، وهو كان باين طبعا من السنه اللي فاتت انهم معاهم جهاز فني محترم جدا. فتصور الفيوم ماشي كويس، قدر يفوز على النصر للتعدين اللي هو فاز الاسبوع اللي فات على التليفونات بني سويف 1-0. فافتكر الفيوم ماشي بشكل جيد. طبعا تليفونات بني سويف اللي هو المرشح الاول للصعود فاز على مركز شباب مغاغه 1-0 ودي نتيجه طبيعيه. المراغه بيفوز على سكر الحمديه، دي اللي انت قلتها المفاجاه بتاعت الاسبوع اللي فات، بيفوز على فرقه من الفرق المنافسه بالظبط. فدي كانت فعلا المفاجاه بتاعت يعني كابتن كريم شحاته، يعني اطلاله على جدول الترتيب. يمكن معنا جدول الترتيب وما زال التليفونات على القمه، يعني يمكن جدول ما زال على القمه. يمكن جدول الترتيب معاك يا كابتن امير. وفي تليفونات بني سويف عندهم 30 بونت، واسوان عندهم 26، واسوان عندهم مباراه مؤجله مع ابشواي. بترول اسيوط 26، سكر حمديه 23، وسوهاج 26. بينافس بقوه مع ايمن صديق بصراحه. بينافس يعني بصراحه، يعني عاملين موسم كويس جدا السنه دي. الفيوم 22 بونت، الالومنيوم 21، دجله ابشواي 21 بونت برضه عاملين موسم كويس مع الكابتن حماد عبد اللطيف. سكر ابو قرقاص 19 بونت، مغاغه 16، النصر للتعدين 14، المنيا 13، المراغه 11 بونت، جراند اوتيل. وجراند اوتيل ده على فكره السنه اللي فاتت كان بينافس لحد اخر، ولكن هم خلاص قال لك يشتروا دماغهم. معاهم دلوقتي الدكتور عماد سمير، يعني الله يكون في عونه بلا امكانيات. يعني 10 بونت، الواسطه 8 بونت، الوالديه 6 بونت. وجراند اوتيل كمان بيوصل الهزايم على ارضه. يمكن سواج اقتنص منه فوز ثمين 2-1،